العلماء بتقول إنك لو بتمضغ لبان أثناء المذاكرة وبعد كده جيت تمتحن ومضغت لبانة تانية بنفس الطعم، هتفتكر كل الإجابات ومش هتنسى حاجة أبدا. أنا عن نفسي لو طبقت النظرية دي حاسس إن هسقط في الامتحان. لو جبت بقى شخص وغمت له عينيه يستحيل يمشي في خط مستقيم، هتلاحظ إنه بيمشي زجزاج أو بيلف في دايرة حوالين نفسه. أحيانا يقابلك راجل دقنه حمرا لكن شعره أسود وتظن وقتها إن هو صابغ شعره. العلماء بتقولك انه بيمتلك جين واحد اسمه MC1R، لكن لو بيمتلك 2 جين من الMC ده هتلاقي شعره ودقنه الاتنين باللون الاحمر. احد الحكماء بيقولك لو اخدت قرار وانت متضايق لكنه يخص كرامتك هيكون وقتها القرار ده هو الصحيح، لكن لو بعيد عن كرامتك هتختار قرار غلط وهتفقد العقلانية في التفكير. واحد من اطباء النفس بيقول ان الانسان لو صحي اكتر من 72 ساعة متواصل، ودي بتعادل يعني 3 أيام، هيبتدي يسمع أصوات غريبة لكائنات مش موجودة في العالم بتاعنا. لو أنت بتتكلم كتير بقى مع نفسك فأنت كده بتساعد المخ يعلي من الكفاءة. وأنا عن نفسي بقول إن النظرية دي هتساعدنا على الجنان أسرع. آخر معلومة إن في باحث بيقولك هيجي يوم وهتندم لو ما فكرتش تتابع المحتوى اللي أنا بقدمه، والباحث ده هو أنا، بس بهزر معاك طبعا. قولي دلوقتي في التعليقات إيه أغرب معلومة سمعتها النهاردة.